بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب. إن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم. حبينا اليوم يعني نبخر عشان يوم جمعة وجاي عبالي أشرب قهوة سادة، فحبيت إني أصور لكم. إن شاء الله تعالى اليوم الفيديو تبعنا راح يكون شوي مختلف. للي عندهم رطوبة كثير في الحيطان، حبيت أصور لكم فيديو وإن شاء الله إنكم تستفيدوا منه وتدلوا عليه. طبعا يوم الجمعة ما بكمل إلا بطنجرة المقلوبة، طبعا لازم طنجرة المقلوبة. حبيت بس أصور لكم إياها. طبعا الطريقة دايما بنزلها، بس اليوم ما حبيتش يعني إني أنزل طريقة، حكيت مرة واحدة ونصورها بعد ما تخلص. وإن شاء الله إنه الفيديو اللي راح أصوره يعجبكم. بتمنى الكل يجرب الطريقة، بس يكون حذر ويغطي أهم إشي عشان ما تنقذوا. بس الطريقة مزبوطة 100% إن شاء الله تعالى، وتابعوا معنا. بدي أورجيكم كيف بدنا ننظف العفن، وأورجيكم إنه كيف سنة مع سنة راح يخف. أنا عندي كان يعني ما بتتخيلوا كيف كانت الحيطان، كان يصير أسود أسود بمعنى الكلمة. يعني كيف بدي أحكي لكم من هون، مش عارفة مبين واضح، بس كان يعني ملفت للنظر. إشي يعني ما بتتخيلوه، مدهون أسود. فاستخدمت طريقة شوي مؤذية، أنا بحكي لكم يعني للأمانة إنها شوي مؤذية. بتأثر. بدك تكوني يعني أول إشي مفتحة شبابيك، ثاني إشي ما عندكيش أطفال، يعني تكون إذا عندك أولاد يا إما مسكر عليهم بغرفة بعيدة، أو إنك توديهم عند أي حدا. آم، بدك تكوني مغطية مناخيرك وتمك مليح مليح، لأنه أنا يعني أكثر من مرة أتعب بسبب هالإشي هذا، لأنه بيأثر يعني اعتبار سموم. يعني الطريقة اللي أنا بستخدمها واللي خلت عندي إنه الرطوبة تروح وتخف، بدي أحكي لكم يعني مش بس 90%، 99%. أنا ما عنديش هسه غير المطبخ وشوي في الحمام بس. كانت عندي غرفة الضيوف، يعني الله يكفيكم شر منظرها، سودة بمعنى الكلمة. الحيطان كله سقف وحيطان كله كان يكون أسود أسود. فهسه ما في عندي غير في المطبخ وفي الحمام شوي، مش كثار، يعني زوايا. وهيك برضو المطبخ أنا عندي زوايا، ما عندي يعني بس في زوايا المطبخ بس. أنا عشان على السلم بديش أو يعني شايفين هون الحيطان ما في عليها أي إشي، يعني ما شاء الله نظيفة. يعني هناك الغرف ما في عندي أي إشي، بس إنه هاي الزوايا هيك بهاي الزاوية وبس، هاي وهاي. بس خليني ألف شوي شوي أحسن، لأني على السلم شايفين بس هاي الزاوية وهاي الزاوية. فهسا بدي أورجيكم كيف بدنا نعمل. الطريقة هي إنه راح نجيب رشاش نحط فيه هاي بيكس، هاي بيكس لحاله على الحل، ما في أي إشي. بدنا نرش، بس أهم إشي تكونوا مفتحين شبابيك. ترشوا من بعيد، وثاني إشي تغطوا مناخيركم وثمكم. أنا بحط الكمطة أو هاي اللي تحت حجاب الأميرة، القطعة الصغيرة اللي تحت بحطها، بصفط شلحة، بلوزة، أي إشي قطني بحطها على مناخيري وبحط الكمطة. فبمنع أي نفس من يعني يدخل من هذا الردات تاع الهايبكس يدخل على مناخيري. وبرش وبروح بتركه. بعد يعني تحكوا ساعة، ساعة وشوي برجع له. برجع بمسحه من أول وجديد. بمسحه بمي يعني ما احط بكون فيها مي وهايبكس ومعجون جلي او معجون بلاط، اي اشي عندكم، سائل جلي سائل بلاط. وبفركه، يعني مش بفركه، بكون صار رايح بس بمسحه على اساس انه ينظف مكانه. سنة على سنة ان شاء الله راح تخف. بس بدكم تديروا بالكم انه ما تعرضوش انتوا يعني تشموا الهايبكس. وراح ابلش معاكم هسه ان شاء الله. هسه انا مقطعة تمي ومناخيري، بدي ابلش ارش من بعيد.
شوفوا لسه احنا ما مسحنا اي اشي وصار خافف كيف لما نتركه شوي. هسا انا راح اتركه شوي بعدين برجع له. هسا هيك بعد ما انه نظف الحيط من الرطوبة اللي عليه، بجيب هاي الممسحة، بس أنا حاطط عليها ديتول وحاطط عليها سائل جلي وهاي بيكس، بس مش مكثر هاي بيكس لأنه أصلا الحيط كله هاي بيكس. فبمسح فيها هيك الحيط، شوفوا ما شاء الله تحكوا رجع مدهون جديد. يعني هاي أنا الطريقة بحكي لكم يعني للأمانة أنا مستخدمها، وأنا صلي بستخدمها أكثر من 10 سنين، أكثر لأنه يعني تغلبت بما فيه الكفاية، واللي بيعرفوني بيعرفوا قديش أنا كنت متغلب من الرطوبة. فيعني حبيت أنصح الجميع، بس هي بتأذي، والهاي بيكس ريحته مش مليحة، وفي ناس كثير بتعبوا منه. بس زي ما حكيت لكم أنا كنت أصفط أي شلحة كوتون أحطها على مناخيري، ألبس القمطة أو هاي تاعت قطعة حجاب الأميرة اللي بيلبسوها تحت الشالات، أحطها على ثمي ومناخيري وأدهن، أمسح الحيط كله. بس الحمد لله الحمد لله يعني ما ظل غير هاي الآثار البسيطة. فهي هسا شوفوا رجع والله تحكوا ما شاء الله مدهون. وإن شاء الله إنكم تجربوها وتعجبكم، حطوا لنا اللايك. إيش رأيكم؟ لا تغلبنا ولا فركنا ولا ليفنا ولا أي إشي، بس رشينا الهاي بيكس، وأول ما صار اللون فاتح تغير وصار أبيض أبيض ما شاء الله. يعني ما تحكوا كان في أي إشي أسود. بس خليني ألف حالي عشان على السلم أوريكم الزاوية الثانية. شايفين هذا الأصفر كنت ملزق هون حبل ورد، فظل مطرح معلم ما رضى يروح، فركته حتى والله بسلكه ما راح. بس يعني شايفين الزاوية كيف صارت، يعني ما شاء الله ولا إشي. حتى هون أي نقطة شفتها سودة أي إشي حطيت عليها ولما مسحتها. والحلو في هذول المماسح اللي زي هيك هاي كثير يعني مريحة جدا، أريح من ما الواحد يحطها على ممسحة عادية ويمسح. طبعا أنا مسحت كل السيراميك المبين عشان يروح. إن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، أتمنى إنها عجبتكم. بس لما تعملوها يعني عن جد حطوا غطوا تمكم وغطوا مناخيركم، لأنه يعني أنا كثير تأذيت منها يعني أكثر من مرة شبه خلصت. بس آخر إشي صرت أعمل هاي الطريقة، إنه غطي تمي ومناخيري وما شاء الله يعني كل شي تمام. جيت أريح حالي أشرب لي فنجان قهوة سادة. بتمنى اللي شاف الفيديو وبيعرف الطريقة يحكي لنا إذا مجربينها ولا مش مجربينها. اللي مش مجربها يجربها، بس عن جد يعني يا ريت ما حدش يجربها بدون ما يكون فاتح شبابيك مبعد الصغار ومغطي، لأنه عن جد الهايبكس بيأذي، ريحته بتأذي. واللي إيديهم بتحسسوا يلبسوا كفف. أنا طلعت الكفف وشوفوا أصابعي كيف نسيت ألبس الكفف وصرت أشتغل في ايديا. بس شوفوا كيف هسا كله هذا بصير بخشبوا ايدي مش بس بنشفوا. بصير بدي يعني كل كريمات الدنيا لما شوية اقدر افتح ايدي. هسا لما بتحط اي بشتغل في اي اشي منظفات واكون اكثر يعني اكثر من نوع احطهم مع بعض بالليل، هذول ايدي ما بنام منهم، بضل كريم فوق راسي كل شوي ادهن ايدي عشان اقدر احركهم، لانه كثير بنشفوا ايدي من الكريم من مواد التنظيف. فاللي وصل معنا لهون يحط لنا اللايك، وان شاء الله انه يكون عجبكم الفيديو تبعنا. حبيت اعملكم اشي تستفيدوا منه، لانه في ناس هسه بلشت تتعزل. انا حبيت اصور في هاي الغرفة عشان احكي لكم انه يعني اللي بيعرفوا عندي بيعرفوا انه انا هاي الحيطان كانت يعني شايفين الضوء هذا يعني مش عيبين عشان مضوي، كان اسود الحيط اسود، كل شيء كان اسود. هاي الزاوية تكون من فوق لتحت الحيطة هاي كلياتها. يعني في واحدة اجت عنا مرة اللي هي بتحكي لأمي الله يرحمها، بتحكي لها هي لو عاملين ديكور غير الأسود. لا بتحكي لها يا اختي والله هذا ما هو ديكور، هذا انه من العفن اللي بصير عنا. احنا كان عنا كثير رهيب 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 العفن. فأنا حبيت يعني أعطيكم طريقة إنها يعني هاي قسما بالله هون مدهونة من 5 سنين، من 5 سنين هسه. بس بمسحها إنه مسحة تعزيلة الصيف والشتاء بس، مش بمسحها للرطوبة ولا غير رطوبة. أنا كنت زمان لما أمسح
كله هذا الحيطان أليفها تليف، وعيد وزيد وعيد وزيد. تخيل تطلع على السلم، يعني أنا الغرفة كبيرة عندي، أنا هناك مش ضوء الضوء، يعني الغرفة كبيرة، يعني لما تتخيل بدك تضلك قاعدة تفركي فيه وتفركي فيه كثير راح تهلكي، وإيديك تضلي رافعيتهم، يعني الواحد عن جد بتعب منها. بس الحمد لله الحمد لله، يعني في ناس حكوا لي هاي الطريقة الله يجزيهم الخير، مع إنه يعني أول سنتين أكلتها وأنا أبلش من هون وأرتمي من هون من كثر ما يعني بعيد منكم، يعني يصير معي استفراغ ومغص، ويعني تكون حالتي حالة، يعني حالة لا يرثى لها. فالحمد لله إنه الواحد لك شغلات، يعني حتى تحكوا إنه جيبي مواد وما مواد، يعني ما خلينا إشي يخطر على بالكم. يعني الله يرحم أبوي كان يعرف هالشغلات هاي، شغلات مواد البنا، ما خلى إشي، يعني شو ما بدي أحكي لكم صار يجيب، شو مواد يجيب وعلى الفاضي، تدهني من هون، بس أول شتوى بتصير عنا الحيطان سود. فهاي الشغلة حبيت أحكيها للجميع، وإن شاء الله إنها تعجبكم الطريقة، وإن شاء الله تجربوها وتدعوا لي بس مش تدعوا علي. بس إن شاء الله إنها تعجبكم الطريقة. يعني زي ما حكيت لكم، بس رشوا الهاي بيكس لحاله، ما تحطوا معاه ولا أي مواد، وخلوه شوية وارجعوا مسحوه مسح، بس ما تحطوا ولا أي شيء. ونصيحة للي عندهم كمان في الحيطان رطوبة، ما يمسحوا بشريطة، مثلا حيطة فيها رطوبة والحيطة جنبها شوية نظيفة، ما يمسحوا، لأنه راح تصير اللي جنبها زيادة رطوبة، تصير يعني تجر مع المي. ولا تمسحوه بالشتاء، خلوه لما ينشف، يعني بعد آخر 4 أول 5 بلشوا فيه، لأنه في هاي الفترة بتزيد الرطوبة في الحيطان. بس أنا لأني عارف إنه يعني ما فيش هالشتاء الجو، أنا عارف إنه صارت الرطوبة عندي خفيفة، عشان هيك مسحت. وكمان شغلة عشان إني يعني أصورها للي عندهم رطوبة ومتغلبين فيها. فإن شاء الله إنها هالشغلة هاي تنفعكم، وإن شاء الله إنكم تجربوها تعجبكم. الله يعطيكم العافية، طولت عليكم كثير، شكرا لكم على المتابعة، والله يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا بالجميع.